السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ آه اهو ده برضو صدر فرخة. صدر فرخة اللي هي قلت لكم تكون 2 كيلو، 2 كيلو وربع. تطلعي صدر الفرخة بعد ما تغسليه كويس وتحطيه في الفريزر. تطلعي بقى صدر فرخة تعملي بيه برضو شاورما. اهو كل ده نص فرخة. يعني يعتبر نص فرخة. ايوه، صدر فرخة يعتبر نص فرخة، اللي هو الجنبين بتوع الصدر يعتبروا نص فرخة. شوفي الكمية قد ايه. ممكن تقطعيهم اكبر من كده، ممكن تقطعيهم اصغر من كده، بس هم تقطعيهم وهم لسه خارجين من الفريزر. يعني تسيبيهم لما يفكوا نص فكة كده، وبعدين تروحي تبتدي تقطعيهم عشان تبقي بصي متحكمة في التقطيع فيهم، وتقطعوا معاكي طرنشات كده زي ما انت عايزة. اكتر من كده اخف، بصي شرايح كبيره كده، شرايح اخف من كده زي ما انت عايزه تقطعيهم بالطريقه اللي انت عايزاها. بصي الشريحه قد ايه، ممكن اكتر أو ممكن اقل. ليه؟ لان هم مجمدين، عشان كده بتتحكمي فيها. ممكن تعملي صدر فرخ، صدر فرخه، او تجيبي صدرين بتوع فرختين وتجمعيهم مع بعض برضه، تحطيهم في اللوزر تعمليهم حسب العدد اللي عندك. تعملي شاورما، تعملي بانيه، تعملي ستريبس. فكرة جميلة وسهلة. أحسن ما تجيبي البانيه غالي ولا الستريبس الغالي. دبري ووفري، وهنكمل وهبقى أوريكم. بصوا بقى ده، كان عندي وركين برضو مخليين، قطعتهم بقى على الصدرين. برضو متلجين بس مخليين، قطعتهم برضو كان سهل تقطيعهم جدا. وحطيت بقى زبدية، وحطيت فلفل، وحطيت يعني يعتبر دي فرخة صدرين ووركين مخليين، وحطيتهم في الفريزر وقطعتهم. وبعدين حطيت فلفل مقطع رومي وقرنين حراق فيهم، وحطيت عليهم برضو طماطمايه مقطعه وزبدية وخل وملح وفلفل وبهارات فراخ. وايه، سبتهم بقى دول يتنقعوا بقى في الخل والزبادي كده هوت حبه كده، يمكن ساعتين ولا 3، علشان لما نيجي نعملها بقى نحط لها معلقه سمنه ونشوحها على النار لحد ما تستوي. وبعدين نحط لها الخضره بقى التانيه اللي هي بتبقى فريش عليها، ونبقى نعمل سندوتشات. وارجع واوريكم بعد كده.